أهلا بكم. في الوقت الذي كانت الأنظار مركزة في البحرين على دوار اللؤلؤة وما يحدث فيه، كان المئات من المتظاهرين يقتحمون أماكن أخرى بعيدا عن العداسات. من تلك الأماكن جامعة البحرين ومنازل عدد من العمال الأجانب. وقد اعتدى المتظاهرون على الطلاب ونكلوا بعدد من المواطنين والمقيمين وفق ما صرح المسؤولون الرسميون. تلفزيون الآن استطاع ولوج غرفة العناية المركزة بالمستشفى العسكرية في المنامة، والتقى عددا من الضحايا، ونلفت عناية المشاهدين إلى أن بعض الصور في هذا التقرير قد تكون مؤثرة. هدأت عاصفة الاحتجاجات في البحرين بعد إعلان حالة الطوارئ ومنع التجوال ليلا في معظم أنحاء البلاد، فضلا عن حظر التجمع لأكثر من 3 أشخاص. هدوء سمح بالتقاط الأنفاس والبحث بين مخلفات ما كان يقال إنها مظاهرات سلمية، ليتبين أن ذلك الشعار لم يتجاوز في أحيان كثيرة اللافتات التي تحمله. المستشفى العسكري بالمنامة كان ملاذا لبعض من تعرضوا للعنف ونجوا بما تبقى من أجسامهم وأرواحهم، بعدما تحول مستشفى السليمانية القريب من دوار اللؤلؤة إلى ما يراه هؤلاء غرفة تحقيق وتعذيب تستنزف ما تداركته سيارات الإسعاف من رمق. حطوني بالسيارة، طبعا ما حطوني على السرير، حطوني على الأرض. أنا ما أشوف، لكن أحس وأنا على الأرض مرمي. الإسعاف صارت تضغط علي، صارت تقول لي أنت بلطجي، أنت ليش جاي البحرين، أنت مرتزق. هذا إسعاف، وأنا بالإسعاف يقولون كلمة، قالوا ودوه السلمانية. أنا عارف إنه بالسلمانية في مشاكل. نزلاء المستشفى العسكري الذين ناهزوا 100 خلال الأيام الأولى، منهم 28 طالبا جامعيا، وقضى 6 منهم بعد أيام أو حتى ساعات، كانوا نموذجا لأعمال عنف يقولون إنها ممنهجة ومسبقة التخطيط. أنا عندي نزيف في الدماغ وعندي كسر في الساق اليمين، وعندي طوط في كل جسمي. بل إن بعضهم وهم عسكريون يمنع تصويرهم أكدوا في أحاديثهم لتلفزيون الآن أن من بين المتظاهرين عصابات فائقة التدريب والتنظيم. ولم يكن الأجانب في منأى عن التنكيل من قبل المتظاهرين، فهذا محمد مؤذن باكستاني قطع لسانه من حلقه وهو يعيش بأجهزة العناية المركزة، وهذا مشتاق سائق سيارة اقتحم المتظاهرون بيته فعاثوا فيه فسادا. هذه الظروف الاستثنائية اضطرت الجيش البحريني إلى فتح باب المستشفى العسكري أمام ضحايا العنف، خوفا عليهم من أن يتعرضوا في مستشفيات أخرى إلى عنف أقسى. حاليا المستشفى العسكري كما هو مفروض جاهز وعلى أتم الاستعداد للتعامل مع كل الاحتمالات. صور كثيرة اطلعنا عليها في هذا المستشفى تؤكد أن جراح الأجساد قد تندمل هنا، إلا أن أكثر ما يخشى البحرينيون أن لا تندمل جراح الأرواح. أحمد لسلمو، أخبار الآن، المنام.